السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاركم مبروك، ان شاء الله تكونوا تجوزوا في وقيتات شابين هايلين. كما راكم تشوفوا بعض المناظر تاع نهار فوتنا في البحر غير هنا قدامنا. و كاين بزاف اللي يقول لك ما كاش كيفاه نروحوا للبحر وما الى ذلك. كاين راهم الجمعيات هذوك في كل بلاصه، كاينين جمعيات تاع نساء شادينهم يديو للشاطئ نهار كومبلي، وما كاش محسوب مبلغ كبير، ولا الواحد يخلص غير 40,000 للواحد، واللي عندها زوج ولا 3 دراري صغار ديرهم في حجرها تخلص بلاصه واحده، كاش اللي يقول لها تدي ماكلتها وما الى ذلك، وتفوت تنهير شباب ما شاء الله في البحر. اليوم راح ندير معكم الملوخيه على الطريقه البليديه. كاين اللي يقول لها قناويه في الشرق. الملوخيه هذه لازم لها بصله مبشوره في الجهه الخشينه، حتى 4 سنينات ثوم، طماطم تاع مرحيه، وتوابل عندنا فلفل عكري، كركم، فلفل كحل وكمون. عندنا ايضا الملح بطبيعه الحال، وشويه تاع طماطم مصبره. بالنسبه للملوخيه هذه كاين اللي يديرها هكاك، ولكن انا الطريقه هذه ديتها على واحد القسنطينيه وراتها لي. تنحي هذاك القطمير هذاك الفوقاني، ونفوتوا عليها الماء صغير هكا من الفوق باش نحيو لها داك الشوك تاعها هذا مكان. وكي نروحوا نرميوها في لاصوص، يا اما نخلوها حبه كومبلي، يا اما نقسموها على زوج هكا، نفوتوا عليها غير الموس باش نحيو لها هذاك ليكسي تاع الشوك. كما راكم تشوفوا هذيك الطماطم اللي رحيتها، هذيك طريقه انا دايرتها بالك تفيدكم. هذا راه وقت الصيف، موسم تاع الطماطم كامل، تشرب كميات كبيره. كاين اللي يخليها حب حب ويديرها في المجمد، ما تعجبنيش انا، على جال اللي كي نخرجها ويروح لها هذاك ديكونجلا، يروح لها التجمد هذاك، تولي شغل بلاستيك كرتون، تعجبنيش هكاك. انا نخدمها نرحيها ونعمرها في هذوك الكيسان، ونجبد غير حق ما نحتاج. طريقه هايله. دوك نوريها لكم. نواصل راني نحي الملوخيه في الشوك هذاك، ونغسلها في القدره. درت ما نكثروش الزيت، نتعلموا نديرو غير شويه زيت، ما نكثروش على جال الصحه تاعنا. واحد 3 مغارف ولا 4 تاع زيت، نحطهم فوق النار. نرميو البصل هذاك المسكرفج، ونزيدو معاه الثوم، ونخليهم يتقلاو. في الصيف هذايا ما عندناش بزاف افكار تاع يعني اطباق، يا اما رانا ناكلو في التكتوكه، يا اما في المقلي، بطاطا مقليه، تكتوكه، فلفل طرشي مقلي. هذا واش عندنا زعلوكه هذيك، نواسو شويه، نبدلو شويه. نغسلو هذيك الملوخيه، قطروها، هي اصلا ما تشربش الماء، ولكن نغسلوها شغل فلفل. هنا راهي كاينه كبيره بزاف، طويله ما شاء الله عليها. كثر خير صديقتي اللي جبتها لي، لقاتها تتباع، جابتها تتباع في البليده في المارشي يبيعوها. كانت واحد الوقت قليله، دركا كي ولاو الناس يهتموا بها ولاو يجيبوها. هنا ندير الثوم، نخلط مليح مع البصل، خلوه يتقلى شويه. ولات الخضره في هذا الصيف ظاهره، راهي من الصيف اللي جاز،
هاي ظاهرة ما كاش اللي يعرف السبب تاعها. نروحوا للتجار يقول لك احنا شريناها غالية، ماشي محل تاع الاخر تاع الجملة يقول لك احنا شريناها غالية، الفلاح يقول احنا رانا نبيعوا فيها رخيصة. والله اعلم الناس هذوما اللي راهم يديروا في المضاربة هذه، نوكلوا عليهم ربي. عليك من الطريقة انا درت هذا الطماطم، رحيتها وخدمتها وكامل ودرتها في هذو الكؤوس هذو لي جيتابل هذوما، وغطيتها من الفوق بالبابي فيلم ونديرهم في الكونجيلاتور قبل كي يتجمدوا سوسو نرميهم غير هكاك في المجمد وكي نحتاج نجبد. بالنسبة للملوخية الحبات اللي كانوا كبار طوال يعني قسمتهم على زوج، تحبوا تقسموهم صغيورين صغيورين هكا تقدروا. اصلا الملوخية هذه الخاصية تاعها ولا الميزة تاعها هي هذيك الرغوة اللي تطلقها، معناتها المرقة تاعها تجي ملبية وتجي شغل سميكة، ما تجيش الا حبيتو نتوما ديروها جارية كسروا المرقة، حبيتو ديروها ناشفة نقصوا المرقة. هذا مكان. هنا ديك الطماطم درتها في هذا الماعون، زدت عليها الملح، الطماطم المصبرة والتوابل، وخلطت كلش، نخلط كلش تجي شويه ماسيه، نزيد لها الماء المسخون طبعا باش الخضره دائما كي نزيدو لها الماء سخون تروح قباله، طيب قباله يعني المسخون، ومرقت قباله يعني ماشي شتها نشفت زدت لها. احنا نخليوها هكاك ما نحبوهاش مرقه بزاف، نحبوها شغل ناشفه. نتوما ديروا المرقه على قد ما تحبوا. هنا هكايا خليتها ما كانت طابت كانت نشفت المرقه هذيك، اللي يحب يغمس يزيد لها شويه مرقه. هذا ما كان زيدوا لها الماء وخلوها هذا واش ديروا لها وخلوها طيب في غرضها، تحوسوش كامل عليها، واحد 20 دقيقه تكون طابت خفيفه، هي ماهيش ثقيله في طيابها كيما الزروديه. خلوها طيب دوك نشوفوها في التقديم. هاوليك الملوخيه تاعنا كيفاش جات شابه بنينه بنينه. عندها طبيعتها في الطياب تاعها شغل باذنجان. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. اتمنى ديروا لي جيم تابونيو، وشكرا لكم على الفضل. بطبيعه الحال فطرنا كلينا الملوخيه وكملناها باللاتاي، قعدت تاع لاتاي الله الله على الحكايات. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، وأمنيتي أنكم تتكرموا وديروا لي جيم وتشتركوا في القناة نتاعي. بارك الله فيكم. الحاجة اللي لاحظتها أنه عندي أكثر من 500 أبوني في القناة تاعي، ولكن كي نبدا نشوف المشاهدات يا ربي 40 ولا 50 مشاهدة أقل من عدد المشتركين. ما فهمتش. على الأقل يعني شكرا لكم على تكرمكم إذا درتوا لي جيم، وعلى تكرمكم على الاشتراك. ونحب ثاني تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.